هو الاهلي ممكن يكسب الاتحاد السعودي في كاس العالم للانديه؟ ده فريق دخل سوق الانتقالات الاخيره بقوه مرعبه، عمل صفقات ما حدش كان يتوقعها ابدا، زي باقي انديه القمه في الدوري السعودي، وعمل في النهايه فرقه تقيله فعلا بطعم وريحه البريمير ليج. فهل الاهلي فعلا يقدر يهزمه؟ خد بالك دي لو حصلت هتبقى كارثه بالنسبه لكل جماهير الاتحاد، صدمه العمر يا صاحبي. تخيل لما الفريق يصرف الفلوس دي كلها ويتعاقد مع لعيبه ونجوم عالميه والبطوله تكون على ارضهم، وفجاه يخرجوا من ربع نهائي كاس العالم للانديه. دول بيفكروا ازاي كاس العالم ما يخرجش من عندهم اساسا. جماهير الاتحاد طمعانه تحقق كاس العالم للانديه، والحقيقه من حقهم يحلموا بالصفقات اللي عملوها وكمان البطوله على ارضهم. اذا كنا احنا مش عارفين نتعاقد مع مهاجم وبنحلم بالبطوله، ما بالك هم بقى يعملوا ايه؟ في كتير من جماهير الاهلي مقتنعين ان الاهلي هيمرجعهم على ملعبهم ووسط جماهيرهم ويوصل على حسابهم لدور نصف النهائي، وفي اللي شايف العكس 100%، الاهلي هيخرج من ربع النهائي. فخلينا بالمناسبه دي نتكلم مع بعض عن ماتش الاهلي والاتحاد السعودي في كاس العالم للانديه، الماتش اللي متوقع انه يكون من اقوى واشرس الماتشات في البطوله بشكل عام. بس علشان اقول لك رايي خلينا الاول نشوف تشكيل الاتحاد السعودي بعد الانتقالات الاخيره، ايه اللي اتغير في تشكيله وايه صفقاته الجديده، وهل تشكيلته بقت تقيله فعلا، بقت تخض فعلا، بقت تخوف يعني، ولا الموضوع شويه اسماء على ورق ومفيش فرق؟ مش فارق طارق حامد من كانتي ولا فابينيو، ده نعرفه ازاي من شكل ونتائج الفريق. بس الاول خلينا نتعرف على التشكيله. حارس مرمى الاتحاد السعودي هو جروهي، برازيلي الجنسيه، من افضل واقوى حراس الدوري السعودي. في الموسم اللي فات مع الاتحاد السعودي كان واحد من اهم اسباب فوزهم بالدوري، حرفيا في كل ماتش بيشيل على الاقل هدف واثنين مؤكدين بيصنع بيهم الفارق، وبيه حتى الفريق لو ما كانش في يومه بيقدر يحقق المكسب، وده حصل في ماتشات كتير. باختصار حارس كبير ودايما بيصنع معاهم الفارق. قدامه اثنين في مركز قلب الدفاع، عمر هوساوي واحمد شراحيل، اثنين مدافعين مستواهم كويس جدا، لكن الضربه الكبيره اللي كانت لنادي الاتحاد قبل بدايه الموسم اصابه كابتن وقائد الفريق احمد حجاز. ده ما كانش مجرد لاعب قلب دفاع عادي في نادي الاتحاد كويس، لا الموضوع كان اكبر من كده بكتير. ده اللي بيدي الروح والجريته للفريق وبيفوق ويصحصح اللعيبه. اصابته بالرباط الصليبي هتغيبه فتره طويله عن الاتحاد، مش هيلحق كاس العالم للانديه، وعلشان كده بنسبه كبيره دول اللعيبه اللي هيدخل بيهم الفريق البطوله. اما الظاهرين بقى عماد الله العليان واحمد بمسعود، اظهره برده جيدين جدا، لكن ادوارهم الدفاعيه اهم بكتير واقوى من ادوارهم الهجوميه، علشان كده دايما هتلاقي ارقامهم في الهجوم سواء صناعه او تسجيل ضعيفه قوي. خط الوسط الدفاعي بقى فيه اثنين من اهم صفقات الفريق الجديده. الاول انجولو كانتي، لاعب خط وسط منتخب فرنسا ونادي تشيلسي الانجليزي، تم التعاقد معاه بشكل مجاني ولكن بمرتب ضخم. افضل فترات كانتي طبعا كانت في كاس العالم 2018، وقتها شال منتخب فرنسا بمعنى الكلمه على كتفه وحقق بالبطوله، وما زال لحد النهارده لاعب ممتاز. جنبه بقى بيلعب فابينيو، لاعب ليفربول الانجليزي، تم التعاقد معاه بمقابل 47 مليون يورو، وتقدر تقول تم التعاقد معاه علشان يلعب على حساب طارق حامد اللي رحل عن الفريق وانضم لنادي دمشق السعودي. انديه بتشيل طارق حامد ويجيبوا مكانه فابينيو ونقوله كانتي، عظمه. المهم يا صاحبي، فابينيو كان واحد من اهم لعيبه الريدز في السنين الاخيره، وواحد من اهم اسباب ان هم دايما كانوا في المشهد الاخير من كل بطوله، ووجوده بيصنع دايما الفارق. قدامهم بقى في خط الهجوم ثلاث لعيبه من الحرس القديم، عبد الرزاق حمد الله ورمرينهو وكورنادو، ثلاث لعيبه اتقل من بعض ويهدوا دفاع اي فريق. ده غير ان في بديل على الدكه واحد من الصفقات الجديده واللي هو جواو فيليب جوتا، اللاعب البرتغالي اللي تم التعاقد معاه من نادي سلتيك الاسكتلندي. اما راس حرب الفريق هو الحكومه كريم بنزيما، لاعب غني عن التعريف. كريم بنزيما يعني الكره الذهبيه، يعني اكتر من 34 بطوله مع نادي ريال مدريد، من اهم واكبر البطولات في اوروبا، يعني لاعب يصنع الفارق مع اي فريق. ده لاعب باختصار كان مرشح على الاقل انه يقضي سنه كمان او سنتين في اوروبا في اكبر واهم الفرق هناك. عشان يكون السؤال هنا بعد الاسماء العظيمه والتشكيله الحلوه دي، الفريق عمل ايه؟ هل هي مجرد اسماء على ورق ولا فعلا صنعوا الفارق مع الفريق؟ بيمرجحوا اي حد يعني ولا لا؟ خليني اقول لك يا صاحبي ان لحد دلوقتي هم شاركوا في بطولتين. البطوله الاولى كانت البطوله العربيه، عدوا مرحله المجموعات ووصلوا لدور ربع النهائي، ومن هنا خرجوا على ايد الهلال السعودي. ايه ده ازاي بعد كل ده بيخرجوا على ايد الهلال؟ ما هو الهلال كمان مش قليل، الهلال عمل صفقات زيهم بالظبط، والخساره قدامه مش مفاجاه، بالذات بقى لما تسمع التقيله. الهلال هو عقده الاتحاد في الفتره الاخيره، كل ما يقابلهم يكسبهم. يعني عندك مثلا في الدوري لحد دلوقتي هم لعبوا 5 مباريات، اول 4 مباريات قدموا اداء مش عادي، اكتسحوا الكل وكلوا الاخضر واليابس، كسبوا الاربع مباريات بالعلامه الكامله 12 نقطه، وما دخلش مرماهم ولا هدف واحد، وسجلوا 12 هدف بمعدل 3 اهداف في كل ماتش، ارقام زي الفل لحد ما واجهوا الهلال وقال لهم بقى ايه، لا استوب وهدي، كل اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني. كانوا قريبين ان هم يكسبوه في واحد من افضل ماتشات الدوري، لكن في النهايه الهلال عمل رومونتادا وكسب الماتش ده 4-3. طب خد بقى المعلومه المهمه قوي دي، نونو سانتو مدرب الفريق لحد دلوقتي قاد الاتحاد في 40 مباراه، خسر منهم 4 ماتشات بس، 3 منهم كانوا قدام الهلال، عقده رسمي. بس عشان اكون صريح معاك، كل الفرق اللي الاتحاد الموسم اللي فات كان بيكسبها بصعوبه قوي، في الموسم ده كسبها بسهوله، طبعا بعيد عن انديه القمه في الدوري السعودي اللي عملوا نفس التدعيمات تقريبا، واللي طبيعي مستواهم يكون قريب لبعض، وده معناه بالبلدي ان قوه الفريق بقت اكتر من الاول. زائد يا صاحبي ان كمان في كاس العالم للانديه هيلعب على ارضه وسط جماهير، وده عامل مهم قوي اوعى تنساه. فهل الاهلي يقدر يعملها ويكسبه؟ الاجابه ان الموضوع على الورق وطبقا للقيمه التسويقيه وطبقا لاسماء اللعيبه اللي في كل فريق، لا، الاهلي صعب قوي يكسب.
لكن ده على الورق، لكن في الحقيقه الكلام ده كله بيختلف. زي مثلا في النسخه قبل الاخيره من كاس العالم للانديه، الاهلي دخل يواجه الهلال السعودي بنفس المعطيات تقريبا، يمكن اقل شويه من ناحيه القيمه التسويقيه واسماء اللعيبه، لكن في النهايه اللي حصل على ارض الملعب كان مهزله. الاهلي اكتسح الهلال وكسبه 4-0. انا عارف كويس معطيات المباراه مختلفه وسيناريو الماتش كان حلو قوي بالنسبه للاهلي، وعارف برضو ان ماتش الاتحاد السعودي اصعب بكتير. احنا هنا بنتكلم عن لعيبه واسماء بحجم مختلف، وكمان البطوله على ارضهم، لكن انا مقتنع بنسبه 100% ان روح وشخصيه الاهلي لو حضرت في الماتش ده، فالماتش ده الطبيعي ليه 50-50، بشرط اللعيبه تلعب وتقدم اللي عندها. ولاعيبتنا الحمد لله متمرسين في الفتره الاخيره في البطوله دي، المشاركه الرابعه على التوالي في كاس العالم للانديه، والجيل ده من اللعيبه جيل تقيل وعنده خبرات، فان شاء الله هيشرفنا ويعدي من الاتحاد السعودي. قول لي بقى يا صاحبي توقعاتك في خانه الكومنتات بعد ما عرفت طريق الاهلي في كاس العالم. اكيد عارف ان احنا بنسبه كبيره هنواجه الاتحاد السعودي في ربع نهائي البطوله، لانه عنده لسه ماتش تمهيدي مع اوكلاند سيتي، بس هيكسب وهيلعب ربع النهائي، وبعد كده الفايز من الاهلي والاتحاد السعودي هيواجه بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف نهائي البطوله. بعدنا المره دي الحمد لله عن بطل اوروبا. قول لي بقى تتوقع الاهلي يعملها ويوصل النهائي ولا الموضوع صعب؟ هستنى رايك في الكومنتات، وكمان ما تنساش اعمل متابعه للبيدج عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول، وانده على صاحبك الاهلاوي في خانه الكومنتات. سلام.